السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. يلا نبدأ مع بعض بسم الله. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده البتنجان البلدي. والبتنجان البلدي من الاكلات الاقتصاديه الشهيه وسهله وسريعه. يلا بينا نشوف مكونات البتنجان البلدي بتاعنا. طبعا هنروح عند بتاع الخضار بننقي الكميه اللي احنا عاوزينها. فانا نقيت الكميه دي ووزنتها لقيتها طلعت كيلو وربع. فلو حضرتك لو عايزه تزودي زودي، لو عايزه تخزنيه في التلاجة لمده شهر او شهر ونص. هنعمله بالطريقه اللي هقولك عليها دي، بيقعد في التلاجة شهر شهر ونص في علبه وتكون محكمه. انا معايا كيلو وربع من البتنجان مغسول كويس، وهنشيل القمع بتاعه، هنشيله وهقول لكم هنعمل فيه ايه دلوقتي. معانا ربع من الفلفل بارد على حامي، وليمونتين، حزمه كزبره خضرا هناخد بس النص اللي تحت، وملح وعصير ليمون. عصير الليمون ده طبعا جايبينه من الهايبر، ومع خل وزيت، ومعانا يجي 7-8 فصوص توم. هنجيب حله كده فيها شويه ميه زي ما انتم شايفين كده، وهننزل فيها حته بنجر صغيره كده او بنجريه صغيره جدا، ونحطها في الميه ونرفعها على النار تغلي. هنشيل القمع بتاع البتنجان زي ما انتم شايفين كده، كده شلنا بقى القمع بتاع البتنجان. الميه تغلي اللي حطينا فيها البنجر هننزل فيها بالبتنجان غلوه غلوتين، وهنروح شايلين البتنجان عشان ما تيريش مننا. يلا بقى نقطع الخضار بتاعنا، عشان ما ينفعش تحطي في الكبه الخضار بحاله، لما تيجي تنزلي في الكبه تنزلي حبه حبه علشان الكبه ما تبص منك. عشان اقل حاجه في الكبه دلوقتي هتجيبيها ب50 جنيه ب55 جنيه، ان كان ترس او كان سكينه، فهنحافظ على الكبه بتاعتنا. نقطع بقى الفلفل، وهنحط الفلفل بالبذر بتاعه. طبعا احنا هنضرب دي في الكميه دي في الكبه، واللي هيفيض هنشيله في الايه، في علبه في التلاجة او في فريزر زي ما تحبي، عشان تعملي بيه مره تانية. لو مش حابه ان البتنجان يبقى حامي ما تحطيش فلفل حار، كفايه الفلفل البارد. هنقطع الليمونتين كده، ننزل بقى بالفلفل بتاعنا كده، نجيب بقى الكبه بتاعتنا وهننزل فيها ايه بشويه فلفل، مش هننزل بيه كله زي ما قلنا علشان نحافظ على الكبه. وهننزل فيه برضو بحبه كزبره، هنحط برضو ايه فصين توم، ملح، عصير ليمون، خل، شويه زيت بسيط خالص كده، رشه كده صغيره، رشه كمون صغيره، رشه فلفل اسود، رشه شطه ناعمه. الرحيم ضربه كده وتقفي، وضربه كمان وتقفي. نجيب علبه فاضيه كده، بوله فاضيه صغيره، وهننزل فيها باللي احنا ايه فرمناه ده.
نحط بقى بقيه الكميه، ننزل بقى ببقيه الفلفل، ننزل ببقيه الكزبره بتاعتنا، والثوم، نحط برضو شويه عصير ليمون بشويه خل، شويه زيت صغيرين كده، والملح بتاعنا، ورشه برضو من الفلفل الاسود كده بسيطه، رشه من الكمون، رشه من الشطه الناعمه بيطعم لنا الفلفل بتاعنا. يلا بقى نقفل الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ريحة الخلطة حلوة أوي يا جماعة. خلاص الفلفل اتفرم معانا اهو، ننزل بقى. ريحة الخلطة وهم، ريحتها حلوة أوي أوي أوي، صحة وعافية. هنعصر بقى عليها ليمونة فريش كده، والليمونة التانية اما نخلص بقى البتنجان. خلصنا الخلطة بتاعتنا، نخش بقى نحط ايه، نرص البتنجان. المية غليت، غلوة غلوتين وهنطفي على طول. وده شكل البتنجان بتاعنا بعد ما اتسلق. يلا نفتحه مع بعض بقى. ابيض وجميل جدا من جوه اهو. يلا نحشيه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بص البتنجانه شكلها عامل ازاي، ما شاء الله، الله اكبر. وده كان طبق البتنجان بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا شير ولايك وسبسكرايب واشتراك في القناه لو اول مره تشوفوها. تحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.